أهلا بيكم. النهاردة هنغوص في قلب واحدة من أشرس المنافسات في عالم البيزنس دلوقتي. مش مجرد سباق بين شركتين عربيات، لأ، ده صراع بين فلسفتين مختلفتين تماماً. تماماً. على ناحية عندنا تسلا، الاسم اللي تقريباً بقى مرادف للعربيات الكهربائية، رمز الفخامة والتكنولوجيا. وعلى الناحية التانية شركة صينية اسمها BYD، يمكن الاسم مش بنفس شهرة تسلا عالمياً، أكيد مش بنفس الشهرة لسه. لكنها في هدوء تام قدرت تتفوق عليها في أرقام المبيعات، وبقت أكبر مصنع للعربيات الكهربائية في العالم. مهمتنا النهاردة بناء على المصادر اللي معانا هي إننا نفهم إزاي التحول ده حصل. وإيه سرهم بالظبط؟ بالظبط، إيه استراتيجية كل شركة وإيه اللي ممكن نتوقعه للمستقبل. معانا ورقة بحثية بتقارن بين نماذج العمل، مقالات من CNN والجزيرة، وحتى نسخة من فيديو على يوتيوب بيورينا مصنع BYD من جوه. يلا بينا نفصص القصة دي. عشان نفهم BYD لازم نبدأ من الأول خالص، من قصة مؤسسها، لأن الحمض النووي للشركة كلها موجود في قصة الراجل ده. القصة دي لوحدها تصلح فيلم. وانغ تشوانفو، المصادر بتحكي إنه اتولد سنة 66 في قرية فقيرة جدا في الصين، لدرجة إن القرية نفسها ما كانش فيها كهرباء. متخيل؟ نشأ في أسرة فلاحة وحياته كانت صعبة. والديه توفوا وهو لسه مراهق. إخواته الأكبر منه هم اللي ضحوا بمستقبلهم عشان يضمنوا إنه يكمل تعليمه، لأنه كان متفوق بشكل استثنائي. والتفوق ده هو اللي أنقذه فعلا. دخل جامعة مرموقة ودرس كيمياء وفيزياء، وبعدها عمل ماجستير في تكنولوجيا البطاريات. ودي أهم معلومة في القصة كلها. وانغ مش رجل أعمال قرر يدخل صناعة البطاريات، لا، هو كيميائي وعالم بطاريات قرر يعمل بيزنس. الفرق ده جوهري، هو بيفهم في الصميم التكنولوجيا اللي شركته مبنية عليها. هو مش مجرد مدير، هو كبير الكيميائيين في شركته. بالظبط، وده ظهر من أول يوم. سنة 95 استلف من قرايبه مبلغ بسيط حوالي 30,000 دولار وأسس BYD. الهدف وقتها ما كانش العربيات خالص، كان تصنيع بطاريات للموبايلات. للموبايلات. السوق وقتها كان مسيطر عليه عملاء يابانيين زي سوني وسانيو، بس هو كان عنده ميزة. بخلفيته ككيميائي قدر يعمل هندسة عكسية للبطاريات اليابانية وينتجها بتكلفة أقل بكتير. في خلال سنين قليلة بقى من أكبر موردي البطاريات في العالم لشركات زي نوكيا وموتورولا. ومن بطاريات موبايل لعربيات كهربائية، دي نقلة تبان مجنونة جدا. إزاي حصلت سنة 2003 لما وانغ صدم مجلس إدارته والمستثمرين وقرر يشتري مصنع عربيات صغير ومفلس. الكل اعترض، قالوا له إحنا بتوع بطاريات، مالنا ومال العربيات. منطقي. لكن هو كان شايف حاجة محدش غيره كان شايفها، إن مستقبل العربيات هو الكهرباء، ومستقبل الكهرباء هو البطاريات، وهو ملك البطاريات. وهنا بقى دخل على الخط المستثمر الأسطوري وارن بافيت سنة 2008. القصة دي شهيرة جدا. المصادر بتحكي إن شريك بافيت تشارلي مانجر هو اللي أقنعه. مانجر وصف وانغ بإنه خليط من توماس إديسون وجاك ويلش. يعني عبقرية إديسون في الاختراع مع صرامة جاك ويلش في الإدارة. بالظبط. وفي قصة طريفة جداً بتتحكي عن الاجتماع اللي كان بيقنعهم فيه بالاستثمار. عشان يثبت لهم إن بطارياتهم آمنة، وانغ جاب كوباية وملاها بسائل من سوائل البطارية وشربوا قدامهم. معقول؟ سواء القصة دي حصلت بالحرف أو فيها جزء من المبالغة، هي بتلخص شخصيته. الراجل عنده إيمان مطلق في التكنولوجيا بتاعته ومستعد يعمل أي حاجة عشان يثبت ده. والإيمان ده كان في محله. استثمارهم بمبلغ 232 مليون دولار كان نقطة تحول، اداهم الشرعية والمصداقية اللي كانوا محتاجينها. بس المصداقية لوحدها مش كفاية. إيه اللي بيعملوه مختلف لدرجة إنهم قدروا يتجاوزوا تسلا في المبيعات؟ هنا بقى بنوصل لقلب الموضوع، الفلسفة المختلفة اللي اتكلمت عنها في الأول. الفرق الجوهري بين الشركتين هو في نموذج العمل. BYD بتمثل مدرسة اسمها التكامل الرأسي. التكامل الرأسي أو الvertical integration، المصطلح ده بنسمعه كتير. ممكن نبسطه؟ بص، أبسط شرح ليه هو إن BYD بتصنع كل حاجة بنفسها تحت سقف واحد. الفيديو اللي بيورينا مصنعهم من جوه بيوضح ده بشكل مرعب. إزاي؟ هما مش بس بيجمعوا العربية، هما بيصنعوا الهيكل، الموتور،
البطاريات من الألف للياء، الرقائق الإلكترونية، البرمجيات، حتى إزاز الشبابيك والكراسي والخياطة اللي عليها. حرفياً كل مسمار في العربية تقريباً عليه ختم BYD. يعني زي ما بنقول من الإبرة للصاروخ. بس ثانية واحدة، مش ده ضد كل نظريات الإدارة الحديثة اللي بتقول ركز في اللي بتعرف تعمله كويس وخلي الباقي المتخصصين؟ سؤال ممتاز. يعني تسلا مثلا بتبدع في السوفت وير، لكن بتجيب خلايا البطاريات من شركات زي باناسونيك. مش نموذج تسلا ده أكثر مرونة؟ هو ده بالظبط النقاش الكلاسيكي في عالم الصناعة. نموذج تسلا اللي بيعتمد على شبكة موردين بيديله مرونة. لو شركة عملت شريحة كمبيوتر ثورية، تسلا ممكن تشتريها بسهولة، لكن التكامل الرأسي بتاع BYD بيديهم ميزتين أهم من وجهة نظرهم: اللي هم التحكم الكامل في التكلفة والتحكم الكامل في الجودة وسلسلة الإمداد. التحليلات الاقتصادية اللي معانا بتقدر إن ده بيقلل تكاليف إنتاجهم بنسبة توصل ل 30% مقارنة بالمنافسين. 30%؟ ده رقم مهول في صناعة العربيات. طبعاً، ده معناه إنهم يقدروا يبيعوا عربياتهم بسعر أرخص بكتير من غير ما يخسروا. والتحكم ده هو اللي سمح لهم يطوروا جوهرة التاج بتاعتهم، بطارية الشفرة أو البليد باتري. المصادر كلها بتتكلم عن البطارية دي كأنها سلاح سري غير موازين القوة. هي فعلاً كده، لأنهم بيصنعوا بطارياتهم بنفسهم. قدروا يفكروا خارج الصندوق ويحلوا أكبر مشكلتين في العربيات الكهربائية: الأمان ومدى القيادة. إزاي؟ بطارية الشفرة دي تصميمها مختلف. بدل ما تكون علب صغيرة متجمعة جنب بعضها، هي عبارة عن خلايا رفيعة وطويلة جدا شبه الشفرات بتترص جنب بعضها. وإيه الميزة في التصميم ده؟ أول وأهم ميزة هي الأمان. المصادر بتأكد إن البطارية دي اجتازت أصعب اختبار أمان في العالم للبطاريات، اختبار وخز الإبرة. اللي هو بيحصل إيه فيه؟ بيحاكي سيناريو إن مسمار يخترق البطارية. معظم البطاريات العادية في الاختبار ده بتولع أو بتنفجر. بطارية الشفرة حرارتها بترتفع بشكل طفيف جدا وما بيحصلهاش أي حاجة. ده بيقضي تقريبا على أكبر خوف عند الناس من العربيات الكهربائية. ده لوحده إنجاز ضخم. ومش بس كده، المصادر بتقول إن عمرها الافتراضي أطول 4 مرات وممكن تستمر لأكتر من 1,000,000 كيلومتر. تصميمها الرفيع بيوفر مساحة أكبر جوه العربية بنسبة 50%، وده بيسمح بمدى قيادة أطول. والميزة الأخيرة واللي بتكتسب أهمية كل يوم، إنها خالية تماماً من عنصر الكوبالت. ودي نقطة مهمة جدا. تعدين الكوبالت مرتبط بمشاكل بيئية وأخلاقية ضخمة. بالظبط. فBYD قدرت بابتكار واحد تحل مشاكل الأمان، المدى، العمر الافتراضي والأخلاقيات. وده بيرجعنا لنقطة التكامل الرأسي. هم قدروا يعملوا ده بالسرعة دي لأن فريق البطاريات وفريق تصميم السيارات قاعدين في نفس المبنى. كل ده بيصب في النهاية في المنتج النهائي وفي طريقة تصنيعه. وده بياخدنا للفيديو المذهل اللي بيصور مصنعهم في مدينة شيان. الأرقام اللي بتتقال فيه خرافية. عربية كهربائية جديدة كل 60 ثانية. هل ده حقيقي؟ الأرقام دي من المصنع نفسه، وحتى لو فيها جزء تسويقي هي بتعكس قدرة إنتاجية جبارة. المصنع ده حجمه زي مدينة صناعية صغيرة، بيشتغل بالكامل على شبكة 5G، ومستوى الأتمتة فيه يعني من عالم تاني. زي إيه مثلا؟ الفيديو بيورينا روبوتات ذكية بتركب الأبواب في 10 ثواني بدقة متناهية، مركبات آلية بدون سائق شبه اللي بنشوفها في أفلام الخيال العلمي بتنقل هياكل العربيات بين الأقسام. ودور البشر إيه في المنظومة دي؟ دورهم تحول من التنفيذ للمراقبة. قاعدين في غرف تحكم بيراقبوا شاشات، لكن الأهم من السرعة هو نظام التحكم في الجودة. المصادر بتشرح فكرة الهوية الرقمية لكل جزء. يعني لو حصلت أي مشكلة في أي عربية، الشركة بتقدر تعرف مسمار معين في الباب اتصنع يوم إيه، الساعة كام، على أنهي مكنة. ده مستوى من التتبع مش موجود تقريبا في أي صناعة تانية. وده اللي بيخلي واحد زي إيلون ماسك يقلق. هو نفسه قال إن أكبر منافس لتسلا مش شركات العربيات التقليدية، لكن شركة صينية ما. بالظبط. المنافسة ما بقتش بس في مين عربيته تصميمها أحلى، المنافسة بقت في مين عنده عملية تصنيع أكفأ وأذكى. وده اللي خلق الوضع الغريب جدا اللي حاصل في السوق الصيني دلوقتي. اللي هو إيه؟ كل القوى الإنتاجية دي خلقت حالة المصادر بتوصفها بإنها منافسة مدمرة للذات، أو زي ما بيسموها الصينيين بمصطلح نيجوان. نيجيوان. المصطلح ده محتاج شرح. إيه معناه بالظبط؟ هو بيوصف السباق المحموم اللي كل المتنافسين فيه بيخسروا.
تخيلي إنك في سينما كل اللي قدامك بيقفوا عشان يشوفوا أحسن، فأنت كمان بتضطر تقف. في النهاية الكل واقف وتعبان ومحدش شايف أحسن من الأول. تشبيه ممتاز. ده اللي حاصل في الصين. الحكومة دعمت الصناعة دي بشكل ضخم جدا. النتيجة كانت بناء مصانع أكتر بكتير من اللي السوق محتاجه. الأرقام اللي في التحليلات الاقتصادية صادمة، بتقول إن الطاقة الإنتاجية لمصانع السيارات في الصين حوالي 55.6 مليون عربية سنوياً، في حين إن المبيعات الفعلية المتوقعة يدوب 27.5 مليون. بالظبط، يعني المصانع تقدر تنتج ضعف اللي السوق بيشتريه. الفائض ده أدى لحرب أسعار دموية. تسلا بدأت لما خفضت أسعارها، لكن BYD بسبب تفوقها في التكلفة ردت بتخفيضات أعنف. لكن هنا المفارقة اللي مش قادر أفهمها، المصادر بتقول إن مبيعات BYD بتزيد بشكل صاروخي، لكن أرباحها بتقل لأول مرة من 3 سنين، انخفاض حوالي 30%. إزاي تبيع أكتر وتكسب أقل؟ لأنك بتبيع بهامش ربح قليل جدا، أو ممكن تكون بتخسر في بعض الموديلات عشان بس تفضل في المنافسة وتطرد اللاعبين الأضعف. ده معناه إن حتى الشركة الأقوى زي BYD ما بقتش قادرة تستحمل جحيم المنافسة في سوقها المحلي. فإيه الحل؟ الهروب. هو ده الوصف الدقيق. المصادر بتوصف التوسع العالمي لBYD مش مجرد طموح، لكنه تراجع استراتيجي أو هروب اضطراري من حرب الأسعار دي. هم محتاجين يلاقوا أسواق جديدة. وعشان كده بنشوف خططهم لبناء مصانع في المجر وتركيا والبرازيل. بالظبط، واستثماراتهم في بنية تحتية للشحن في جنوب أفريقيا وأوروبا. لكن الهروب ده طلع مش بالسهولة دي. العالم بره الصين مش مفروش بالورود، في عقبات جيوسياسية ضخمة. ودي أكبر عقبة بتواجههم دلوقتي، الخوف الغربي من صنع في الصين. الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية إضافية بتوصل ل 17% على عربيات BYD، والولايات المتحدة كانت أعنف بكتير. عملت إيه؟ فرضت رسوم بتتجاوز 100%. 100%؟ ده معناه إن سعر العربية بيتضاعف أول ما توصل المينا. ده بيقفل السوق الأمريكي قدامهم تماماً. ده بيقفل أحلهم وأغنى سوقين في العالم قدامهم. الحجة الرسمية هي حماية صناعاتهم المحلية من المنافسة غير العادلة. النتيجة إن BYD مضطرة تركز على أسواق بديلة زي أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا. أسواق واعدة، لكن قدرتها الشرائية أقل بكتير. أقل بكتير طبعاً. إذن لو حبينا نلم كل الخيوط دي مع بعض، إحنا قدام صراع بين رؤيتين. رؤية BYD المبنية على الكفاءة الصناعية القصوى، التكامل الرأسي والسيطرة على التكلفة. رؤية تسلا اللي بتركز على الريادة في السوفتوير والعلامة التجارية الفخرة. ما الذي يعنيه كل هذا للمستقبل؟ التحليل النهائي هو إن المنافسة دي بتورينا إن تفوق تسلا اللي كان يبدو حتمي ما كانش كذلك. نجاح BYD بيثبت إن في طريق تاني للنجاح، طريق مبني على الهندسة الصناعية الصلبة والكفاءة المطلقة، مش بس على البرمجة والتسويق البارع. والمنافسة دي مش بس مع تسلا. لا طبعاً، نموذج BYD ده بيسبب أرق لكل شركات السيارات التقليدية في العالم، من فورد لفولكس فاجن، اللي لسه بتعتمد على سلاسل إمداد معقدة ومش قادرة تتحكم في تكلفتها بنفس الشكل المرعب اللي BYD بتعمله. وده بيسيبنا مع سؤال مهم نفكر فيه. القصة دي أكبر من مجرد عربيات، هي معركة على روح الصناعة في القرن ال21. هل المستقبل هيكون للنموذج التصنيع الشامل والمكتفي ذاتياً زي BYD، ولا للنموذج اللي بيركز على الابتكار في البرمجيات والخدمات زي تسلا وبيسيب التصنيع لشبكة عالمية من الموردين؟ الإجابة على السؤال ده مش بس هتحدد مين هيكسب سوق السيارات، لكنها ممكن ترسم شكل الاقتصاد العالمي كله في العقود اللي جاية.